عليكم حبايب قلبي. وصفتنا لليوم وصفة كيكة الجيلي مع طبقات من البسكوت والكاسترد. هاي الكيكة أنا نزلتها على التيك توك وجابت عندي 1,500,000 مشاهدة، وطلبوها مني كتير من المتابعين، فحبيت لبي الطلب وصورها يوتيوب بناء على طلب المتابعين حبايب قلبي. لكن هاي الوصفة كتير طيبة وسهلة وسريعة إن شاء الله، ما بتاخد معكم وقت. شوفوا ما شاء الله كيف قوامها وكيف القطعة والطبقات فوق بعضها، كاسترد وشوكولا، بسكوت على شوكولا، بسكوت على فانيليا، وطبقة من الجيلي. خلينا نشوف المقادير، طريقة التحضير. هون معي لتر من الحليب السائل، ما يعادل 4 أكواب. معي هون 4 أو 5 معالق سكر. انتو هون بتحلوا الحليب أو الكاسترد حسب انتو ما بتحبوا. معي هون 5 معالق من بودرة الكاسترد. في ناس سألوني شو هي بودرة الكاسترد. هي علبة، أنا بجيب بنوعية دوما، علبة كاسترد من السوبر ماركت. بحركن أول شي على البارد، بعدين بحطن على النار. في بديل للكاسترد، فيكن تحطوا 4 أو 5 معالق نشا مع الحليب، بتحطوا صفارين بيض، بس ما بيعطي اللون الأصفر القوي اللي نحنا شايفينه هون بالكاسترد. بعد ما تقل عندي المزيج هون وحركته، دلتها ايدي عم حرك بالمزيج، صفيت البسكوت بالصينية. فيكن تحطوا بالكاسات يعني بيصير، ولكن انا معملها لصينية كبيرة يعني بتأدي لعائلة. بحط اول شي طبقة من البسكوت الكاكاو، وبعدين بحط طبقة تانية من البسكوت اللي على فانيليا، وفيكن تحطوا البسكوت اللي انتو بتحبوه. انا هون حطيت طبقتين كرمال بس حط طبقة من الكاسترد تمسك معي دغري، وبتطلع اخر شي بس نقطعها مثل قطعة الكيك. اكيد انتو فيكم تغمسوها بالحليب، ولكن انا فضلت ما غمسها بالحليب بما انه حنحط طبقة كاسترد حتتشرب البسكوتة الكاسترد. لكن هون حطيت اول طبقة كاسترد ورجعت حطيت هون طبقة من البسكوت الشوكولا. نحن بدنا نعمل هون 3 أو 4 طبقات حسب الصينية اللي موجودة عندكم. هون عندي انا اخذت 3 باكيتات من البسكوت حبيب قلبي، لكن حطيت طبقة من الكاسترد، جات حطيت هون طبقة من البسكوت على الفانيليا، وبرجع بدي احط فوقها كمان كاسترد. ملستها هيك، وهلا بدي اجيب فريز حتى بالبراد، وحجيب الفريز وقطعه. انا هون اكيد مغسله الفريز وقطعتهم وحطيتهم على جنب. طلعت الصينية هون عندي كان لها 10 دقايق بالبراد، صينية الكاسترد، وحطيتها كمان هون عندي كرمال حط قطع الفريز فوق اخر طبقة من الكاسترد. فيكم ما تحطوا هون كمان يعني فريز، ما اشكال يعني اذا ما حطيتوا فريز. فيكم تحطوا طبقة جيلي بس. وهلا بدنا نحضر طبقة الجيلي. هحط الصينية بالبراد ونحضر الجيلي. هون معي انا باكيتين من الجيلي. صراحة انتو دايما كانوا يكتبولي بالتيك توك والانستغرام انه كيف بيحضروا الجيلي. انا هون عندي 200 ملي من المي المغلي، حطيت ظرفين من الجيلي وحركتهم ممكن شايفين، واخر شي ضفت نصف كوب من الماء البارد، ما يعادل كمان 240. اكيد الباكيتين جيلي كل وحدة بنحط لها مي حسب المكتوب على الكرتونة، يعني 240 240 480. حطيت لهم انا كباية مي باردة بالاخر. سكبت الجيلي هيك مثل ما كنتم شايفين بالمعلقة، وبخليه حتى يبرد بحرارة الغرفة. بعدين وين بحطها بالبراد ساعتين. بنصحكم بس تجيبوا جيلي نباتي، لانه الجيلي البقري بياخد وقت اكتر من الجيلي النباتي. بعد ما بردت عندي هون ساعتين، طلعتها بعد الافطار وعم قطعها. شوفوا ما شاء الله وكان كيف بتتقطع بكل سهولة. الجيلي عندي متماسك، ويعني بتقضي عيلة واقتصادية مثل ما بيقولوا، منها مكلفة بهالزمن هلا الصعب، وطعمتها طيبة والولاد بيحبوها والكبار بيحبوها وكل العيلة بتحبها. حبيب قلبي شوفوا ما شاء الله وكان كيف طبقات من الكاسترد مع البسكوت شهية، وطبقة الجيلي والفريز يعني ما بحكي لكم على الريحة والطعمة. أتمنى تجربوا الوصفة وتعطوني رأيكم فيها.
وهلا بدنا ندوق ونقول بسم الله. طعمتها كتير طيبة، أنصحكم تجربوها واكتبوا لي رأيكم بالكومنتات، لا تنسوا تحطوا لي لايك.